السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي معايا من جديد في قناة وصفات مجدة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بأحسن صحة. اليوم إن شاء الله كاقتراح بغيت نقدم لكم الطبق المعروف في غرب أفريقيا، موريتانيا، جنوب الصحراء ديال المغرب، في السنغال. الطبق المعروف والمشهور بزاف، بحال حنا كيف ما عندنا حنا الكسكسو تما في هذه المناطق معروفة عندهم مروحوت او جيبوجين. هو هذا السمك بالارز مع الخضر. ان شاء الله قبل ما نبدا معكم الفيديو كنطلب من الناس اللي كتشاهد القناه اول مره ما تبخلش عليا بالاشتراك بالضغط على المربع احمر وتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلها كل جديد ومفيد ولذيذ باذن الله. ونبدا معكم ان شاء الله المقادير اللي غادي نحتاجو فيها. لاهم حاجه هو السمك. انا هنا مستعمله سمك القرب اللي كيقولوا له الكوربين، يمكن الكوربين معروف بزاف، ما فيش الشوك. وتقدروا تستعملوا اي نوع اخر ديال السمك، غير هو خص يكون طروفه كبر باش ما يذوبش لينا في الطياب. انا هذه غادي نشرملها ان شاء الله وغادي نقسمها على جوج باش تقدر تدخل في الطنجره. الخضر كتبقى على حسب الرغبه، ولكن الاهم خضر اللي غادي نحتاجو هي القرعه، الفلفله حاره اكيد وضروريه، خيزو، هذا اللفت الابيض، الدنجال، ها هو الدنجال هنا، الدنجال والقرعه. هذه اختياريه ولكن انا كنفضل كندير بزاف الخضر باش يجيني الطبق غني ولذيذ. غادي نحتاجو هنايا مطيشه واحده مقطعه، وبصله واحده مقطعه، قزبر المعدنوس، والثومه هنايا بالزيت. هنا تقريبا عندي شي 7 ديال الفصوص حكيتهم، ورقه سيدنا موسى، وهذه العطريه راني درت هنايا العطريه تقريبا بحال العطريه اللي غندير نستعمل في المرقه، بحال غندير في التشرميله، الا اضافه وحده هي الكمون. فهنا غادي نحتاج الكركم والابزار والتحميره، وهذا القزبر مطحون، ونص معلقه ديال الكمون. هذه غادي نستعملها للحوت، اما هذه غنستعملها في الطنجره. هنا كاينه التحميره والابزار والكركم يعني خلقوا مواد، و القزبر مطحون. غادي نحتاجو مطيشه طوماط. هاد الاكله كتعتمد بزاف على المطيشه ديال الحك، مطيشه او صلصه الطماطم. الزيت باش غادي نديرو، يعني انا استعملت هنا غير زيت روميه، الا بغيتو ديروه بالزيت بلديه معليش، والحامض اكيد. وهنا ضروري غادي نستعملو الارز. هنا درت هنا الارز الاصفر، ما ديروش الارز الابيض لانه غيتعجن. اما الا كان عندكم هذيك الارز المصري الحبه القصيره المدقدق، هذاك افضل وافضل. انا هنا كبيت فيه الماء وراه تبارك الله هو شرب. ضروري هذه الخطوه ديال اننا نرقدوه. ان شاء الله نبدا معكم التحضيرات ونرجع. وهنا غنبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي ناخذوا الطنجره. انا درت هنا طنجره الضغط، بالحق ما غاديش نسد عليها الكوكوط، يعني غير مستعمله الطنجره. تقدروا تستعملوا الطنجره العاديه. ننزل شويه زيت هو الاول، وننزل المطيشه والبصله بزوج بيهم، خليهم يتقلاو لينا مزيان. هاد الخطوه مهمه. وننزل معاهم واحد شويه ديال الثومه كما كتشوفوا. غادي ننزل النص غنديرو هنا، والنص الاخر غنديرو مع غنخليه الحوته. صافي في هاد الوقيته اللي هي كتقلى لينا غادي نمشيو نبداو نشرملو في الحوته ديالنا باش نستافدوا من الوقت. هاد الوقت اللي راه كتقلى فيه البصله والثومه والمطيشه نخليوها تنزل مزيان، نخليوها تزيد تقلى. دابا غنمشيو نشرملو الحوت. اجيو معايا. التشرميله كما قلت لكم العطريه ديالها راه هي التحميره، الابزار، الكركم، قزبر مطحون والكمون. هاد العطريه كلها نستعملوها. غادي نجيبو هنا القزبر والمعدنوس مطحونين، هذا هاد القزبر غنستعملوه ثاني. الثومه اللي كانت بقات لينا، وغنستعملو الحامض. عندكم الحامض طري ماذا بيكم، نستعمل انا معلقه كبيره حامض.
نتوما عارفين الحوت كيبغي الحامض. صافي غادي نجيب شويه ماء غير باش نخلط. مبغيتش نكثر له الماء بزاف. صافي هي التشرميله. ننزل الحوت هنايا. انا هذا الحوت كنت قطعته مرصويات كما يبان لكم، قطعته انا هنا مرصويات. يبان قطعت الحوتات نشرملها مزيان. دابا انا غادي نشرمل الحوت كامل ونرجع نستأنف معكم الفيديو. بعد ما تقلت لينا البصله، دابا غادي ننزلو شي ديال الحك كامله. تقريبا انا مستعمله 3 معالق كبار ديال مرشه الحك. هي فعلا كتحتاج مرشه الحك بزاف. غادي نقليها حتى هي معاهم. هاد الخطوه مهمه جدا، ضروري تقلى. نضيف العطريه مره واحده. ورقه سيدنا موسى حتى هي. كما قلت لكم هذه الخطوه ديال نقليو لاصوص هي اللي كيرتكز عليها هذا الطبق كامل. غادي نخليها تقلى ونرجع لكم. هنا بعد ما تقلات زدت واحد شويه ديال الماء كما يبان لكم لاصوص تبارك الله راه وجد. غادي نضيف الماء، تقريبا غنضيف واحد الاترو ديال الماء فين يطيب ليا الخضره والحوت. خليه يغلي ونرجع لكم. بعد ما غلات لينا راني نقصت عليها. دابا نبدا نضيف الخضره. الخضره كما قلت لكم اختياريه، ولكن الرئيسي فيها ضروري تكون الدنجال، يكون القرعه حمراء واللفت. وانا كندير الخضره بزاف كما قلت لكم. هنا الدنجال هنا قسمت هذه على جوج بانت ليا كبيره. وندير دابا القرعه الحمراء. تقريبا الخضره كلها غادي نديرها كلها. انا قلت لكم الطنجره ما غاديش نسد عليها، يعني غير طيبت فيها، ولو انها طنجره طيبت ولكن ما نسدش عليها. خليها طيب واحد شي شويه هاد الخضره في هاد المرقه هذه. ومن بعد ان شاء الله نرجع نزيد عليها الحوت ونوريكم كيفاش غادي نطيبوا الروز وكيفاش المراحل ديالو. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تستافدوا. السلام عليكم البنات. بعد ما حطيت لينا الخضره كما كيبان لكم راه تقريبا نص طياب، ما خصناش نضيفوا الحوت من الاول. غادي ننزل دابا الحوت من الفوق. انا بدلت الطنجره لانه بان ليا ما بغاش تهز ليا تقريبا الكميه كامله، فدرت طنجره اكبر. انا نزلت هنا الحوت، وهاد المرقه ديال الحوت حتى هي ننزلها، وغادي نكمل له الطياب. دابا غنسد عليه ونكمل له الطياب. صافي دابا غادي نخليه تقريبا واحد ربع ساعه اخرى حتى 20 دقيقه، وغادي مره نبقى نهز هكا الماء من الجناب ونضيف فوق الحوت. وفي هاد الوقيته اللي كيطيب لينا فيها الحوت غادي نوريكم. في الوقت اللي درنا الحوت يطيب كان درت الروز
يتبخر ضروري يطلع فيه واحد الفوره باش ما يتلصقش لينا وما يعجنش. ضروري هاد الخطوه ضروريه. بعد ما يطيب لنا الحوت نرجع ان شاء الله نستأنف معكم. حيتنا كما تشوفوا انا درتها هنا في الطنجره بوحدها، غادي نغطيها عليها باش تبقى سخونه. وهنا السمك حتى هو طاب، درته ورجعته هنا وسقيت عليه باش يبقى سخون. ودابا غادي ننزل هذاك الرز اللي قلت لكم بخرت. كنت بعد اول حاجه رقدته، دابا بخرته. واخر خطوه غادي نضيفوا المرق اللي طابت فيه طاب فيه الحوت والخضره، وغادي نقص عليه البوطه ونخليه حتى ينشف مزيان ويرجع حبه حبه. نرجع ان شاء الله نسكن معكم ان شاء الله الفيديو. بقاو معايا ما تمشيوش. ها هو الرز دابا غادي نخليوه يطيب، نقصوا البوطه ونردوا عليه الطنجره، نخليوه حتى يشرب مزيان ونرجع ان شاء الله نستأنف معكم الفيديو. طاب لينا كما كيبان لكم، راه الرز جا ما معجن ما حتى حاجه، يعني انت كما يبان لكم. حبه عند اختها. غادي نكمل الفيديو، ننزل الخضره ان شاء الله ونستأنف معكم الفيديو باذن الله. ها هو الطبق ديالنا بعد ما ضفت له الخضره والحوت كما يبان لكم. كنتمنى اقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوه، والى فيديوهات قادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.